11 راجل في الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده قناة الأهلي حديد في حديد مع كابتن ريشة، وهنحلل الشوط الأول في ماتش الأهلي وصن داونز في العودة. زي ما احنا شايفين كده إن الأهلي في أول ما ابتدى الماتش احنا بنهاجم أو بنضغط من أول ثانية، من أول 8 ثواني زي ما احنا شايفين بنضغط على الجون، ما بنحاولش نرجع، وده عكس اللي عملناه في الماتش بتاع الذهاب. نفس الكلام هنا، ضغطنا ضغط متقدم زي ما احنا شايفين، ضغطنا متواصل. بنلعب في الكادر اللي شايفينه قدامنا ده عد احمر كده، 1 2 3 4، في 6 احمر تمام موجودين على 7 لعيبة من صن داونز ومعاهم الجون. كعادة مارسيل كولر من الموسم ده ان احنا مع وجود امام ومع تفاهم امام وحسين الشحات بقى عندنا جبهة اساسية هي اللي بنلعب فيها، وهي ناحية الشمال. احنا شايفين الشحات امام معلول، كل كورة وكل هجمة بتروح على فريق صن داونز هي بتيجي من الناحية بتاعتهم بس. وتاني زي ما احنا شايفين في الصورة، نبص للتلات لعيبة اللي متعلم عليهم بالدواير، هما معلول اللي معاه الكورة، الشحات على حدود 18، وامام اللي دخل في العمق. وزي ما احنا هنا شايفين الكرة بتوصل للشحات، والشحات بيفكر يا اما يلعب لامام وامام يلعب لمعلول او العكس. نبص هنا مثلا الكرة الشحات هنا لعبها المعلول اللي فاتح على الخط. تكتيك كولر اللي شغال بيه طبعا زي ما احنا شايفين كده من اول الموسم، فكرة ان انا بستغل ان انا عندي معلول والشحات وامام مع بعض. في الحالة دي هم بيفرغوا اللعب كله لتاو على الناحية اليمين. زي ما احنا شايفين تاو قدامه شارع فاضي، هو بيتجمع اللعب ناحية الشمال، وتاو هو اللي مطلوب منه ان هو يخلص. للأسف الكرة دي هي بعد ما وصلت من الشحات لمعلول، زي ما احنا شايفين كده المساحة اللي متعلم عليها دي ده فراغ كبير، المفروض يكون في لعيب او 2 على المكان ده. ودلوقتي هنقارنها بكورة وصلت، بكورة كانت لصن داونز في ماتش الذهاب. نبص هنا بقى كده، لو شفنا الكورة هي شبه هياها. بص عندك كام لعيب فاضي من صن داونز، وعندك في الماتش بتاعنا بقى مع الاهلي كام لعيب من الاهلي معلول كان يقدر يلعب لهم وهم في نفس المكان. هجوم الاهلي كان برضو كالعادة احنا بنهاجم ال5 ممرات بتوع الملعب. عندنا 3 لعيبة على 3 مدافعين، من ضمنهم كهربا اللي بيلعب في ظهر المدافع. عندنا فاتحين ال5 ممرات. احنا عندنا اللي بيستلم امام فاتح جنبه معلول على الشمال، حسين الشحات هو اللي جنب امام، وعندنا كهربا وتاو وديانج. طيب من الكور اللي فيها انانيه جدا هي الكوره دي. احنا عندنا كهربا ضغط على الحارس، والحارس لعب الكوره غلط وصلت لحسين الشحات، ماشي، بقينا احنا في وضع كويس تماما. رايحين عندنا حسين الشحات وعندنا امام، الاتنين اللي عليهم الدواير، وعندنا تاو اللي قدام الجون ده كهربا. تاو وكهربا الاتنين اوف سايد في الوضع ده. طيب المفروض ان حسين كان يعمل ايه؟ ان هو يا اما هيباصي لامام على طول تمام، او هيحاول يروح ويرقص بسرعه، او يستنى ان تاو وكهربا يطلعوا بره الاوفسايد ويلعب له. نبص بقى هنا حسين عمل ايه. تمام، حسين خد خلاص قرار تمام ان هو هيشوط كويس، في حين ان هو كان في قرارات تانية احسن. يا اما هيلعبها لامام فامام يجي بوشه ويشوط، او تتلعب لكهربا، خصوصا ان المدافع اللي جنب تاو ده مغطي الاوفسايد. طيب حسين قرر ايه؟ حسين قرر انه يسيب كل الكلام ده، وقرر ان هو يشوط وتيجي طبعا في رجل المدافع وتضيع فرصة خطيرة. دي زاوية اوضح شوية. شايفين هنا امام اللي عليه الدايرة على ال18 قدامه مساحة شارع فاضي، وكهربا هنا بيشاور لحسين بيقول له انت ما تلعبها لي. لو بصينا لقيت كهربا بيتحرك ازاي. انا كأنها كاتب هنا ان حسين اختار ان هو يشوط، هو عايز يجيب جون. طب انت لو كنت لعبتها لامام وقدامه المساحة كبيرة زي ما احنا شايفين، او لكهربا اللي قريب من الجون، اي واحد من الاتنين دول الكرة كانت هتبقى جون. انت ليه عايز انت دايما انت اللي تجيب الجون؟ حظ طبعا حسين الشحات كان حلو ان الكرة دي هي اللي نتج عنها البنالتي بس مش اكتر، فاتدارت في وسط ان في كرة بنالتي وبنالتي ضاع. لكن طبعا كان في انانية كبيرة منه هنا. وهنا زي ما قلنا ان في تجميع لعب بيحصل ناحية الشمال عشان الكرة توصل في الاخر لتاو. الكرة دي اتلعبت عرضية تمام، عرضية جت نزلت لتاو. هنا تاو للأسف بدل ما يحطها في عكس اتجاه الجون حطها في نفس زاوية الجون، وطلعت بعد كده اوفسايد.
من اكتر الحاجات الغريبه اللي ما فهمتهاش في الاهلي الماتش ده الحقيقه هو فكره ان احنا بنلعب بلالين، ما بنلعبش عرضيات يا جماعه. معلول بيلعب بلالين، في كره تانية هتبان الشوط التاني لاكرم برضو بيلعبها بلالين. تمام، حظنا حلو ان الكور دي الجون بتاعهم تعبان فبتقع، بس طبعا مفيش حظ خالص وفي سوء توفيق فالكور بتضيع. دي الكره اللي جت في العارضه مثلا بتاع الكهرباء، الكره ملعوبه بالونه اصلا، الراجل طالع لوحده عادي مفيش اي مشكله خالص، وبتقع منه كهرباء بيضغط وبتيجي في العارضه. واضح فيها انانيه حسين الشحات. انت بص يا جماعه، هو دلوقتي حسين هنا اهو، تمام، حسين اللي معاه الكورة. طيب انت عندك هنا كام واحد ازرق؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ازرق، على كام واحد بقى عندك انت؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هما زايدين عنك بتلات لعيبة واقفين المساحة دي كلها. حسين بقى بدل ما يحاول يستنى او يحاول يشوف مثلا يرفع الكورة مثلا او يلعبها عرضية مثلا قوية فتخبط في حد ولا حاجة، حسين بقى مقرر بقى ان كل ده مش هعمله انا، تمام، وانا حسين الشحات جامد جدا وهشوط زي ما احنا شايفين هنا. وطبعا خبطت في المدافعين ولا حصل اي حاجه. برضو زي ما قلنا قبل كده ان امام كان اناني قوي، هو عايز يثبت ان انا اللي عايز اجيب الجون، انا عايز اثبت ان انا فعلا كنت سبب، وعدم وجودي هو سبب ان مستوى خط النص والفرقه مستواه مش كويس. انا رجعت فانا هظبط الدنيا وانا هجيب الجوان. طب حصل ايه؟ نبص هنا للكره دي، الكره دي امام المفروض رايح قدامه لعيب واحد، تمام، ولعيب تاني بيحلق عليه كويس. طب حلو قوي، ده ادي المدافع وده بيحلق من بعيد لحد كده مفيش مشكله. نبص في الكادر بقى كده، اللي ناحيتنا ده تاو وده كهربا. طيب اللي حصل هنا ايه؟ نبص هنا، امام قدامه اختيارين، يا يدي الكهربا اللي جايب وشه، تمام، سواء يديها له في المساحه مع السهم الاول هنا، تمام، او ان هو يديها له قدامه كويس، او ان هو يديها له قدامه وبالتالي يقدر يروح بسرعته. امام بقى من كتر ثقته في قدراته، هو الراجل شايف ان انا لا، انا هعدي وانا هعمل كل حاجه، فحاول يرقص ما بين الاتنين مدافعين، وطبعا للاسف الكره اتقطعت منه زي ما احنا شايفين هنا. الكره اتقطعت منه طبعا بكل سهوله، تمام، من الدفاع. وكان عندنا كهربا هنا لو لاحظنا تلاقيه هو رافع ايديه الاتنين وهو بيلطم من اللي هو بيعمله. زي ما كنا الماتش اللي فات بنقول ان الاهلي بيضغط من غير اي نوع من انواع التركيز وبيحلق بس. لو بصينا هنا عندنا اتنين لعيبه، ادي تاو ومعاه مروان كويس، اتنين ضاغطين على لعيب واحد. تاني مروان بيضغط جامد على اللعيب. احنا الفرق اللي احنا عملناه الماتش ده ان احنا ضغطنا بهدف قطع الكوره، مش بهدف ان انا اقفل لهم مساحه يباصوا لبعض فيها، او ان انا ابعدهم عن ال 18 بتاعتي. انا بضغط عشان اقطعها، تمام. نفس الكلام انا هنا هضغط برضو جامد، عندي اتنين لعيبه هيفضلوا ضاغطين. تاو بيضغط تمام كويس زي الفل، وبيحاول معاه بيلعب معاه مثلا مروان يضغط مره، معاه ديانج يضغط مره، معاه حد من اللعيبه ايا يكن هو مين، بهدف ان الكره تتقطع. نبص هنا الكور دي قبل كده كنا دايما الماتش اللي فات نلاقي شارع كويس، نلاقي ان المهاجم قدامه شارع بحيث ان هو يرقص براحته. لكن انت بص هنا المساحه دي لعيب ازرق واحد، تمام، واحنا ثلاثة موجودين قدامه، هتعرف تعمل انت ساعتها؟ نفس الكلام هنا، ديانج هنا ضغط. طب ديانج كان بيعمل قبل كده ايه؟ قبل كده كان بيحلق. طب ده المرة دي ضغط بهدف انه يقطع الكورة ومدد رجله على الكورة وخدها. هنا طبعا برضو نفس الكلام، اللعيبة عندنا عافية بالذوق، هنقطع الكورة هنقطع الكورة. نفس الكلام برضو مساحة تانية موجودة، الكرة وصلت للعيب، اللعيب ما تسابش بقى زي الماتش الاولاني والجون اللي دخل فينا الاولاني انه يمرجح رجله ويشوط براحته، لا، ديانج واقف قدامه، تمام، امام من بعيد. بص ورا ديانج عندنا اتنين لعيبة، تمام، مفيش واحد مفيش مساحة لأي حد فيهم. معلول مأمن مع الراجل ده، ومنعم يعرف يمين، لو حتى المهاجم لعبها للراجل ده كويس، الاتنين دول المعلول ومنعم الاتنين هيقفلوا عليه. نقطة مهمة وبتقول إن برضو في ناس في الجهاز صاحية وإن هم مش نايمين، الكورنرات. لو بصينا للصورة اللي تحت الأول، إحنا عندنا رضا سليم واقف تمام زي الفل، ورضا سليم واقف ماسك على القريبة، تمام. والكرة دي ده الجون الأولاني، ده الجون التاني بتاع سيمبا. أدي هنا رضا سليم كويس، هو ده، أدي رضا، تمام. طيب وادي محمد هاني كويس، وادي على الصورة التانية هنا، ادي ده هنا رامي ربيعة. اللي حصل في الكرة دي ان لما اتلعبت رضا سليم ما فضلش ثابت مكانه، رضا خد خطوتين لبره. نبص بقى الكرة اللي فوق نفس الكلام، الكرة برضو اتلعبت على القريبة والمهاجم بيقطع قبل المدافع عندنا احنا، تمام. وحظنا حلو، دي الكرة اللي جت جنب العارضة، ادي المهاجم هنا قاطع
تمام. وادي المهاجم اللي جري، تمام. المهاجم اللي جري ده اللي هو قريب من ناحية الحكم ده، كويس. وهنا قطع وضاع. طب ايه اللي حصل؟ لو بصينا هنا هنلاقي ان الصورة اللي فوق مفيش اي حد من اللعيبة عندنا خالص على العارضة القريبة. هتلاقي العارضة القريبة فراغ، العارضة القريبة هنا فراغ، تمام. وده كان سبب برضو ان احنا كنا هنلبس فيها جوان. نبص بقى هنا على الفرق. ادي اللعيب، تمام، ادي الكورنر برضو. طب حصل ايه بقى؟ نبص ان اللي هنا اللي واقف على العرض القريبه وعليه السهم ده مروان، تمام. طب حلو قوي. مروان عمل ايه؟ الكره اتلعبت اهي، خلاص تمام زي الفل. مروان بقى ما سابش مكانه وغلط الغلطه انه يتحرك من مكانه، بحيث ان لو في لعيب لو الكره هتترفع حد من صن داونز يقطع عليها. هو قال لك خلاص انا واقف مكاني مش متحرك. الكره هنا اتلعبت، تمام. طيب حلو. الكرة وقت ما اتلعبت وصلت للمهاجم اللي بيلعب معاه اللعيب بتاعنا على القريبة هنا. مروان فضل قافل، ساب اللعبة للآخر وفضل قافل، تمام. مدتش حقها كتير، وهي اللقطة اللي كنا ممكن نلبس فيها جون بسهولة. الكرة جت من ناحية اليمين، تمام، للعيب ده. حلو قوي. حصل ايه؟ اللعيب ده اللي معانا معلول بيجري عليه وقدامه منعم. اللي حصل ان معلول قريب من اللعيب. طب اللعيب عمل ايه؟ اللعيب بس لو هنا رجعها للمهاجم ده الكرة دي كانت ممكن تبقى جون. لكن نبص ديانج هنا بقى ما اكتفاش انه زي قبل كده ان هو يكسل، لا، ديانج قرر ان هو يكمل مع اللعيب. طب هو لما كمل مع اللعيب حصل ايه؟ زي ما انتوا شايفين، ادي المهاجم بتاعهم، وادي هنا ديانج. لو ديانج اتأخر في الضغط على المهاجم ده لحظة واحدة، الكرة دي المهاجم ده كان هيبقى قدامه فراغ والدنيا فاضية، وكان ممكن يجي جون فينا بسهولة.